عاملين ايه؟ انا سوكا وجاي لكم النهارده بحكايه. بس قبل ما نبدا عاوزه اشوف سبسكرايب ولايك من القلب وتفعلوا زر الجرس علشان توصلكوا كل حاجه اول باول، وسيبولي كومنت يشجعني ان انا اكمل. يلا بينا. امبارح فريق من العلماء أعلنوا إنهم قدروا يرجعوا الذئب الرهيب الأسطوري المنقرض من 12,000 سنة للحياة. الذئب اللي كنا بنشوفه في مسلسل جيم اوف ثرونز رجع يمشي تاني على الأرض، بس المرة دي مش في عالم الخيال، لأ ده حصل بجد. حضر بقى كوباية شايك الحلوة والنعناع وتعال اشرح لك التفاصيل المذهلة. في مكان ما من أمريكا في شركة متخصصة في العلوم الحيوية والبايوتكنولوجي اسمها كولوسال بايوساينسز. بقالها فترة طويلة على فكرة غريبة شوية، إنها ترجع حيوانات انقرضت من آلاف السنين، كأنك بتشوف فيلم جوراسيك بارك بس النسخة الواقعية منه. الشركة دي يا صديقي كانت بتشتغل على مشاريع زي إعادة إحياء كائنات أسطورية زي مثلاً حيوان الماموث وطائر الدودو والنمر التازماني، بس اللي محدش كان يعرفه كانوا بقالهم فترة شغالين على إعادة الكائن الأسطوري المرعب اللي ما شافوش البشر قبل كده. الذئب ده كان أكبر وأقوى من الذئب الرمادي اللي بنشوفه دلوقتي بكتير جداً، وكان ليه فك ضخم وراس عريضة وفرو تقيل وأبيض. الكائن ده كان يعتبر حسب اللي نعرفه عن علوم الأحياء هو المفترس الأول في أمريكا الشمالية قبل ما يختفي من على وجه الأرض من 12,500 سنة. بس دلوقتي الذئب المرعب ده رجع تاني. إزاي؟ عشان تفهم خليني أشرح لك الموضوع بالتبسيط وأجيب لك القصة من الأول. أول حاجة عملها العلماء عشان يقدروا يوصلوا للإنجاز المستحيل ده، طلعوا في رحلات بحث علمية صعبة في مناطق زي يوكون في كندا والمناطق الجليدية في سيبيريا. المهم بقى إنهم أثناء بحثهم لقوا جمجمة متحجرة عمرها 72,000 سنة وقطع عظمية سليمة عمرها 13,000 سنة لذئب رهيب مدفونة في قلب الجليد. وعن طريق تكنولوجيا اسمها Next Generation Sequencing قدروا يستخرجوا الحمض النووي من الخلايا المجمدة للقطع دي. بس المشكلة بقى هي إن الحمض النووي للذئب ما كانش سليم 100%، بل كان متكسر ومفتت ومليان شوائب من البيئة المحيطة. وعشان كده فالعلماء اضطروا يقعدوا شهور يفكوا شفرة الجينات ويحاولوا يكملوا الأجزاء الناقصة، وبعد شغل طويل وتحليل مدقق لآلاف العينات قدروا يعيدوا بناء خريطة الجينوم بتاع الذئب الرهيب كلها. ولما عملوا كده كانت في انتظارهم مفاجأة. حسب التحليلات والنتائج اللي وصلوا ليها من العينات دي لقوا إن الذئب الرهيب ده مش مجرد ذئب كبير شوية، لأ ده نوع مختلف تماماً عن الذئب الرمادي المعروف لينا حالياً. الاتنين كانوا بيشتركوا في نفس البيئة بس مش من نفس السلالة، يعني بالظبط كأنك بتقارن ما بين الأسد والنمر، شبه بعض بس مش إخوات. بعد ما اكتشفوا ده قرر العلماء إنهم يبدأوا المرحلة الأهم، يعيدوا إنتاج الكائن مرة تانية باستعمال حاجة اسمها الجينات المحورية، اللي هي الجينات اللي بتحدد الصفات الشكلية والسلوكية للكائن. وعشان يعملوا كده استخدموا تقنية تكنولوجية حديثة لو ما سمعتش عنها قبل كده اسمها كريسبر كاس9. التكنولوجيا دي باختصار هي أقرب لمقص جزيئي، بيسمح لك تقطع جينات معينة من الحمض النووي وتحط مكانها جينات تانية عشان تنتج كائنات أو صفات مختلفة تماماً في الكائن، أو حتى تعيد إنتاج كائن كامل منقرض. وفعلاً وبعد 20 تعديل في 14 جين مختلف بدأوا يزرعوا جينات الذئب الرهيب المعدلة في بويضات من ذئاب رمادية، وبعدين زرعوها في رحم أنثى كلب ضخم. وبعد شهور من المراقبة وتحديداً يوم 1 أكتوبر 2024 اتولد أول ذكرين من الذئاب الرهيبة. بعدها ب3 شهور يوم 30 يناير 2025 اتولدت أنثى كمان. يعني فجأة وبعد 12,500 سنة من الانقراض التام أول كائنات منقرضة بيرجعوا للحياة بالشكل ده في التاريخ العلمي للبشر. الذئاب بعد ما اتولدت وبمراقبتهم عن كثب لأول مرة سلوكهم من أول لحظة كان مختلف عن أي ذئب طبيعي. الذئاب دلوقتي عايشة في مزرعة سرية مساحتها 2000 فدان محاطة بسور عالي طوله 3 متر وفيها كاميرات وأمن ومتراقبة كلها بطيارات الدرون. ومن ساعة ما تم الإعلان عن الخبر ده والمجتمع العلمي في العالم كله فيه جدل كبير بيتمحور كله حوالين سؤال واحد: هو ده فعلاً ذئب رهيب حقيقي رجع للحياة ولا مجرد ذئب معدل بجينات قديمة عشان تخلق كائن هجين أشبه بالأصل الأسطوري؟
والإجابة للأسف مش سهلة. الجينات بتقول إن الكائن ده 99% منه ذئب رمادي، بس المشكلة هي إن شكله وسلوكه وبعض الجينات الجوهرية فيه كلها تخص الذئب الرهيب. حتى صوته مختلف. تعالوا نشوف الصوت الغريب اللي الجراوي بيطلعوها. هنا ممكن يخطر في بالك سؤال، إحنا ليه أصلاً نرجع كائن انقرض؟ الحقيقة يا صديقي هي إن الشركة اللي وصلت للإنجاز ده اللي هي كولوسن مش بس بتحاول تستعرض قدراتها الجينية، لأ، هم بيقولوا إن التكنولوجيا دي ممكن تستخدم عشان ننقذ الحيوانات المهددة بالانقراض على الكوكب حالياً. وبالفعل هم قدروا من فترة باستخدام نفس التقنية يعيدوا إنتاج نسل جديد من الذئب الأحمر، وكمان قدروا من كام شهر ينتجوا فار مغطي بشعر حيوان الماموث الأسطوري اللي انقرض من 4000 سنة. بس السؤال اللي بيسأله العلماء اللي بيراقبوا الذئاب دي دلوقتي هو سؤال أخطر بكتير من كل ده، هل الكائنات دي هيقدروا يتكاثروا؟ ولو اتكاثروا هل السلالة الجديدة دي هتقدر تعيش في البرية؟ وهل ممكن في يوم نلاقي الذئب الرهيب رجع بيجري في غابات أمريكا الشمالية من تاني؟ والخيال ده بيفتح الباب لسؤال تاني مرعب، لو قدرنا نرجع حيوان من الماضي هل ممكن في يوم نرجع الإنسان البدائي؟ أو حتى نصنع بشر جينياً بنفس الطريقة؟ إيه ده بجد؟ أنت كملت الفيديو لحد هنا؟ لو الفيديو ده عجبك وأنا متأكدة إن هو عجبك يبقى لازم تدوس سبسكرايب وتبعت لي لايك وتفعل الجرس علشان كل فيديو ينزل يدق الباب عندك، وسيب لي كومنت حلو زيك كده يخليني أستمر أشوفكم في فيديوهات جاية. باي.